وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم الطريقة الصحيحة والسهلة باش تحسبوا التعويض عن الضرر. خصكم ولا بدا تعرفوا واحد القاعدة اللي من غيرها ما غاش تحسبوا التعويض هذا. هذه القاعدة إلا عرفتوها غادي يمكن لكم تطبقوا على الحالة الخاصة ديالكم. هذه القاعدة كتقول بلي أنه عدد السنوات اللي خدم السيد مضروبة في شهر ونص، واحد ونص اللي كيحصل عليه في العام، شهر ونص في العام. داك الحاصل اللي خرج لنا كنديرو داك الحاصل نضرب في الأجرة السنوية. نعطيكم مثال واحد. حسن خدم في واحد الشركة 9 سنين بأجرة شهرية 4000 درهم، 4000 ديال الدراهم. اش قلنا حنا؟ عدد السنوات في واحد ونص، 9 سنين مضروبة في واحد ونص كتعطينا 13 ونص. الحاصل شحال؟ 13 ونص اللي لقينا كنضربوها في 4000 درهم. هاد 4000 درهم 13 ونص مضروبة في 4000 درهم كتعطينا 54000 درهم. هذا هو مبلغ التعويض تاع هاد حسن. هذا عنده 5,080,000 ريال. المثال الثاني باش تفهموا مزيان. هذا واحد الأجير عاملة 8 سنين و7 أشهر بأجرة شهرية. أجرته نديرو ليها سيدي، نديرو 3000 درهم. علاش حنا درنا هاد 7 شهور؟ في الفيديوهات الاولين قلت لكم جزء من السنة يعتبر سنة. 8 سنين وشهر، 9 سوايع. 8 سنين وشهرين 9 سنين. 8 و3 9 سنين. 8 و4 9 سنين. جزء من السنة يعتبر سنة. يعني دابا شحال عندنا؟ 8 سنين و7 هي 9 سنين. 9 سنين مضروبة في واحد ونص كتعطينا 13.5. هذا الحاصل اللي قلنا ياك. الحاصل، هذا الحاصل فاش كنضربوه 13 ونص كنضربوها في الأجرة الشهرية نتاعو في 3000 درهم كتعطينا 40,000 درهم و500. هذا هو مبلغ التعويض عن الضرر. هذا الأجير، هذا مبلغ التعويض عن الضرر. دابا غادي نديرو المثال الثالث. واحد الأجير عاملة لمدة 30 سنة بأجرة الساعة 15 درهم للساعة، في مقاولة فلاحية. خدام في مقاولة فلاحية. حنا قلنا المقاولات الفلاحية كيخدموا 208 ديال السوايع في الشهر. المقاولات النشاط غير الفلاحي كيخدموا 191 ساعة في الشهر. يعني حنا المقاولة الفلاحية كتخدم 208 ديال السوايع في الشهر مضروبة شحال كيشدوها في الساعة في النهار؟ كيشد 15 درهم. كنضربو 208 ديال السوايع في 15 درهم في الساعة كتعطينا 3120 درهم. هذه هي أجرة الشهر. تاع هاد السيد هذا. قلنا حنا خدم 30 سنة كنضربوها في نهار ونص، في شهر ونص ربي، في شهر ونص في السنة كتعطينا 45 شهر. 45 شهر. وهاد 45 شهر فيه ما يتقال، حيت الطونسيون القانون حدد السقف تاع هاد الشهور هادو، حددهم في 36 شهر. خص ما تدوزهم. هاد السيد راه دازهم كما جاءت به مدونة الشغل في المادة 41 اللي كتقول يستحق الأجير عن كل سنة شهر ونصف دون أن يتجاوز السقف اللي هو محدد في 36 شهر. يعني 36 شهر اللي عنده 36 شهر، يعني 15 عنده 45. هذا عنده 45، حنا غنحسبوا ليه غير 36 اللي محدد ليه القانون. 36 عام سيدي مضروبة في في الأجرة الشهرية 3120 كتعطينا شحال؟ كتعطينا 112
و12,112,320 تقريبا 11,046,400 ها هي. هذا هو مبلغ تعويض عن الضرر اللي جا لهاد السيد هذا. وكما كتلاحظوا الا لاحظتوا معايا التعويض عن الضرر راه هو الاعلى في التعويضات كلهم تاع منازعه الشغل. وقت ما الواحد خدام سنين كتار وسيرتو الا كان عنده الاجر طار راه كيمشي حتى 30 25 40 وراه كاين اللي كيتخلصوا بزاف، راه في الشركات البريفي راه كيتخلصوا بزاف. المهم هذا هو اللي طلع بزاف في التعويض عن الضرر. وكاينه واحد القضيه واحده اخرى خصكم تعرفوها، بلي ان هذا التعويض عن الضرر راه يطالب التقادم، فات عليه عامين راه مشالك ما تصور منه ولا ريال. ان تكونوا فهمتوا الطريقه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.